السيد الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية والقضاة ومرافق العدل الأستاذ عبد الصالح السعيدي فليتفضل مشكورا. مساء الخير السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأسره. والسيد وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأسره. والسيد رئيس المحكمة الجنائية بأسره. سيد الرئيس الأول، سيد الوكيل العام، سيد رئيس المحكمة، سيد وكيل الملك، سيد النقيب، السادة النقباء، سيد المدير الفرعي، السيدات والسادة القضاة، السيدات والسادة المحامون، السيدات والسادة المسؤولين الإداريين، زميلاتي وزملائي في هيئة كتابة الضبط الذين عاشرتهم واشتغلت إلى جانبهم زمنا غير يسير. حين يسأل أي إنسان عن أسعد لحظة يمكن أن يمر بها، يبدو السؤال سهلا ويبدو السؤال عادلا، لكنه سؤال معقد، سؤال طرحه فلاسفة اليونان وطرحته الفلسفة الوجودية وطرحه علماء الاجتماع. سعد لحظة هي يختلط فيها الذاتي بالموضوع، وأجدني سعيدا فوق ما تتصورون. سعيد في علاقتي بالذات، هذه المحكمة التي بجوارنا وهذه المدينة التي اشتغلت فيها وعايشت أبناءها وبناتها الطيبين وتنفست هواءها، ظلت تتبعني في كل الأمكنة، وها هي تعيدني من جديد إلى أحضان هذه المدينة وإلى رحاب العدالة. وفي علاقة بالموضوع، هذه اللحظة ليست لحظة بسيطة، غالبا ما نمر عليها مرور الكرام. لحظة اسمها السيد الرئيس الأول ثقافة الاعتراف. الوعي بالاعتراف هي إشكالية أيضا اشتغلت عليها العديد من المدارس في مجال السوسيولوجيا، وما أحوجنا اليوم إلى هذه الثقافة وإلى الوعي بهذه الثقافة، وهي ثقافة الجديد فيها ودينامياتها هي أننا بصدد التأسيس لعمق الإنساني الذي قد يحكم وقد يكون موجها من موجهات تطور العدالة في بلدنا. ما لم تحسمه القوانين والنزاعات الموضوعية والعادية التي عشناها وعيد 2011 وتشكل القوانين وتشكل السلطة ورئاسة النيابة العامة والعلاقة بين السلطات والعديد من القضايا التي ظلت شائكة في مرحلة غير يسيرة، قادر هذا العمق الإنساني أن يحسمها في لحظات. قادرة كل السلطات أن تتعايش داخل فضاء المحكمة بهذا العمق الإنساني الذي نعيشه اليوم، والذي لا بد أن نتوجه بالشكر والتقدير الكبيرين للودادية الحسنية للقضاة، ومن خلالها سيدي عبد الشافي الخليفي على هذه المبادرة الإنسانية المهنية العميقة
وشاءت الصدف وشاء مكر التاريخ أن يختلط الذات بالموضوع، وأن يكون أول تكريم لي بهذه المدينة تكريم من قضاتها. وهذا اعتراف لا يمكن أن نتجاهله، ولا يمكن أن نحصره في العلاقات الذاتية، ولكنه اختيار مهني، اختيار سياسي، اختيار ووعي بأهمية الأسرة، أسرة العدالة بكل مكوناتها وقدرتها على الدفع بالعدالة إلى الأمام. في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ما زلنا قادرين على العطاء، ونحمد الله أننا استطعنا في الفترة الأخيرة وخلال السنة الأخيرة أن يتمتع متقاعدون من قضاة وموظفين بحقهم في التأمين التكميلي، وهو أمر مهم لا يمكن تقديره بغلاف مالي. وأصبح المتقاعدون قضاة أو موظفين متمتعون بعد أن كانوا يتمتعون فقط بالخدمات التي ليست لها أثر مالي، اليوم يتمتعون بنفس حقوق المزاولين من قضاة وموظفين. بالتأكيد كل مقترحات الودادية الحسنية للقضاة وكل مكونات العدالة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، وأيضا الجمعيات والتمثيليات المهنية للسادة القضاة ولهيئة كتابة الضبط، مدعوة للمساهمة في هذا الورش الاجتماعي، ورش المؤسسة المحمدية، لتقديم أفكار قادرة على تنزيلها خدمة للوضع الاجتماعي للسادة القضاة والموظفين. شكرا مجددا سيدي عبد الشافي الخليفي، شكرا شكرا لك. احدث كلمه حول التكريم ديالك اليوم. اولا لابد ان اتوجه بالشكر والتقدير الكبيرين للمكتب الجهوي للوداديه الحسنيه للقضاة على هذه المبادره المتميزه، هذه المبادره المهنيه والانسانيه ذات الابعاد الفلسفيه، ذات الابعاد السياسيه، وايضا ذات الابعاد الاجتماعيه، لانها مبادره تنم عن وعي كبير جدا بأهمية الاعتراف بمختلف العاملين بمرفق العدالة من قضاة اشتغلوا لمدة غير يسيرة بفضاءات العدالة على مستوى الدائرة القضائية، أو بقضاة التحقوا بهذه الدائرة. وأيضا تم تكريم هيئة كتابة الضبط في شخصي، تكريما لعطائها المهني وتكريما لموقعها الطبيعي والأساسي داخل منظومة العدالة، وأيضا تكريما لمسار تاريخيين ونضاليين وإنسانيين إلى جانب السادة القضاة وزملائي وزميلاتي في هيئة كتابة الضبط. هو تكريم أيضا لكل من ساهم في هذا المسار التاريخي الكبير جدا من أسرتي الصغيرة رفيقة دربي وبوصلة هذا المسار، وأيضا لكل العاملين على مستوى الدائرة القضائية. وبالتالي اليوم هذا البعد هو هذه المبادرة هي بالتأكيد لها دلالات عميقة جدا في تقديري، ولأن الكثير من المهتمين انتبهوا في لحظات على المستوى النظري أن الوعي بالاعتراف هو يكون حاسما في الكثير من مسارات الشعوب، مسارات الدول في تقدم هذه الدول وتقدم هذه الشعوب وتقدم هذه المؤسسات. وبالتالي أعتقد على أن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ساهم اليوم بشكل كبير في إرساء هذا المفهوم
كثقافة، كتربية، كتنشئة على على الوعي بالاعتراف. شكرا مرة أخرى للودادية الحسنية للقضاة، وشكرا لكم في وسائل الإعلام على هذا الحضور المتميز، واقتناعا منكم بأهمية القضاء ومنظومة العدالة داخل المجتمع.